عمرو أديب يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية بعد فوزه على استاد أبيجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. الإعلامي عمرو أديب طلع وقال تصريحات نارية بعد فوز النادي الأهلي برباعية مقابل هدفين على استاد أبيجان في بطولة دوري أبطال أفريقيا. تصريحات عمرو أديب نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل بعد انتهاء المباراة مباشرة. عمرو أديب اتكلم وقال في تصريحاته إن يا جماعة الأهلي لحد دلوقتي لسه بيسخن، اوعى تفكر إن هو ده مستوى النادي الأهلي ولا هي دي نتائج النادي الأهلي بيسخن يا جماعة. الأهلي كسب 4 بس هو لسه بيسخن. اوعى تحكم على الأهلي من دور المجموعات. الأهلي لما بيخسر حتى في دور المجموعات أنا برضو بقول الأهلي في النهائي. فعمرو أديب أكد إن النادي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذه النسخة. عمرو أديب اتكلم طبعا عن بيراميدز، واتكلم ان الاهلي وبيراميدز بيشاركوا في دوري الابطال، واتكلم عن الزمالك اللي بيشارك في الكونفدرالية، وقال ان احنا هنفضل كده وهيفضل بختنا قليل في الدنيا كزملكاوية. ليه ما شوفش الزمالك في بطولة دوري الابطال زي الاهلي؟ ليه ما شوفش الزمالك بيكسب 4 و5 زي الاهلي؟ عمرو أديب اتكلم كتير جدا عن الحتة دي، واتكلم عن جمهور نادي الزمالك وقال لهم اتفرجوا يا جمهور نادي الزمالك على المتعة الكروية اللي بيقدمها النادي الأهلي. وفي نفس اللحظة جمهور الأهلي ما بينفخش اللعيبة. إمام عاشور النهاردة ما شاركش في المباراة، محدش سمع صوته. لو عندنا كان هيحصل يعني مشاحنات على السوشيال ميديا بسبب إمام عاشور، لكن جمهور النادي الأهلي في حتة تانية. عمرو أديب أشاد بجمهور النادي الأهلي وطلب من جماهير نادي الزمالك إنها تتعلم من جمهور النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي.